الهدف ديالنا هو حنا نعيشوا هذيك المغربيه ديالنا اللي الحنين للوطن اللي بعادين به، بعادين الاسره ديالنا. على الاخر تلقى واحد المناسبه باش كنتجمعوا فيها اللي كنتشاركوا فيها كاملين، وهي ذكرى وطنيه. هذا من الجهه الاولى. الجهه الثانيه هو يكون هذاك كتشوف كاين دراري صغار اللي كنمروا اليوم حتى حنا هذاك العادات ديالنا، كيف كنمشيو للعيد الكبير نديو ولادنا يذبحوا كيتعلموا هذيك العادات الدينيه، وحتى العادات الوطنيه تمشي من جيل عبر جيل. يعني كذلك ولادنا حتى هما يعرفوا ان كاين واحد مناسبه وطنيه اللي كنحترموها عزيزه علينا وكنخرجوا نفرغوا فيها كاع داك النقص اللي ناقصنا تاع الحنين للوطن، كنحاول نخرجوها لهنايا. دونك حتى ولادنا بغيناهم ياخذوا هذيك التربيه وتمشي عاوتاني لولادهم هي غادا. هذا هو الهدف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم احنا فرحانين ومحتفلين بذكرى عيد المسيرة المغربية. وفين؟ في الولايات المتحدة الأمريكية. فين بالضبط؟ في أي ولاية؟ ولاية إلينوي، مدينة شيكاغو. فين؟ في أرلينتون هايتس. فكنشكر جميع المغاربة اللي جاو من جميع المناطق اللي موجوده في إلينوي. كيف كتعرفوا حنا ما كنسكنوش حدا بعض، حنا راه كل مغربي بعيد عليا بساعه ساعتين. اذا شكرا للمجيء ديالكم. حنا فرحانين اليوم عندنا عيد، ولكن عندنا عرس مغربي اليوم. كنعيشوا حتى مغربيه اليوم في شيكاغو. مرحبا بك في مغربيت. الله يبارك فيك اسيدي. بالنسبه لك المسيره الخضراء، عارف بان انت جاي كيف جاتك الاجواء ديال الاحتفال بالمسيره الخضراء هنا في امريكا؟ الحمد لله اجواء مزيانه من على الروح الوطنيه، ولو ان الناس شويه باقي ما جاوش الناس، باقي ما سمعتوا شيء، ولكن الحمد لله كاين الروح. يحس الانسان بانه كاين الروح ديال المغربيه سميتو اشتياق للبلاد وحب البلاد تجمع وتكون دولة من أرفع الدول في العالم إن شاء الله. هادشي اللي كنتمناوه هنا.